السلام عليكم. الهرم الأكبر في الجيزة واحد من عجائب الدنيا السبعة وهو الوحيد اللي لسه موجود لحد النهاردة. والعلماء بيقولوا إن المبنى ده عمره أكتر من 4500 سنة، وفي ناس بتقول إن الهرم اتبنى قبل التاريخ ده بكتير. الهرم الأكبر مليان أسرار وألغاز مش مفهومة. إزاي المصريين القدماء قدروا يبنوه؟ وهل فعلا كان مجرد مقبرة ولا كان ليه استخدامات تانية؟ أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. الملك خوفو اللي ارتبط اسمه بالهرم الأكبر كان فرعون من الأسرة الرابعة في الدولة القديمة. حكم مصر تقريبا سنة 2580 قبل الميلاد. الملك خوفو قرر إنه يسيب أثر ما يتنسيش أبدا، وده كان الهرم الأكبر. لكن الغريب إننا ما عندناش أي تماثيل للملك غير تمثال صغير مصنوع من العاج. المؤرخين القدماء بيقولوا إن بناء الهرم استغرق 20 سنة وشارك فيه حوالي 100 ألف عامل. لكن الدراسات الحديثة بتقول إن العدد كان أقل من كده، وإنهم كانوا عمال محترفين مش عبيد زي ما بعض الناس فاكرة. العمال دول كانوا بياخدوا أجور وأكل وشرب، وكانوا بيعيشوا في قرى قريبة من موقع البناء. نيجي بقى لموضوع بناء الهرم نفسه. الهرم الأكبر معمول من حوالي 2 مليون و300 ألف حجر. وزن الحجر الواحد من 2.5 ل 15 طن. إجمالي وزن الهرم نفسه حوالي 6 مليون طن. تخيل إن كل الأحجار دي اتنقلت من محاجر بعيدة، منها ترى ومنها أسوان، يعني مسافة أقل من ال1000 كيلومتر بحاجة بسيطة. تخيل المسافة دي كلها ووزن الأحجار الضخم. تفتكر إزاي قدروا ينقلوها؟ في نظرية بتقول إنهم كانوا بيحطوا الأحجار على زلاجات خشبية وكانوا بيبيلوا الرمل والمية قدام الزلاجات، وده عشان يقللوا الاحتكاك والحجارة تتحرك بسهولة. والنظرية دي مدعومة بنقوش فرعونية بتوضح العربات الخشبية اللي كانوا بيستخدموها. الهرم كان ارتفاعه الأصلي حوالي 146 متر، لكن ارتفاعه دلوقتي 138 متر، وده بسبب عوامل التعرية اللي أدت لتآكل قمة الهرم. العلماء بيقولوا إنهم كانوا بيستخدموا منحدرات طويلة عشان يرفعوا الأحجار لمستويات أعلى، والمنحدرات دي كان ممكن تكون مستقيمة أو ملتفة حوالين الهرم. في حاجة كمان محيرة جدا، وهي الدقة الهندسية في بناء الهرم. قاعدة الهرم مربعة تماما وأطوال أضلاعها متقاربة جدا. الفرق بينهم مش بيتعدى 58 مللي، يعني أقل من 6 سنتي. كمان الهرم محاذي تماما للجهات الأربعة الأصلية اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب. نسبة الخطأ في المحاذاة دي تكاد تكون معدومة. لكن إزاي عملوا كل ده من غير معدات حديثة؟ العلماء بيقولوا إنهم كانوا بيستخدموا أدوات بسيطة زي المثلث والظل لتحديد الاتجاهات، وبرضه استخدموا النجوم لتحديد الشمال، وده يدل على إن المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في الفلك والهندسة. معظم الناس بتقول إن الهرم كان مجرد مقبرة للملك والملكة. الغرف الداخلية للهرم بتدعم النظرية دي زي غرفة الملك وغرفة الملكة. لكن الغريب إن غرفة الملكة مش مقبرة وما فيهاش أي مومياوات. في نظريات تانية بتقول إن الهرم كان ليه استخدامات مختلفة. العلماء بيعتقدوا إن الهرم كان مرصد فلكي، والتصميم الداخلي للهرم والممرات اللي بتتجه نحو النجوم بتدل على وجود ارتباط قوي بين الهرم والفلك. كمان في نظريات أغرب بتقول إن الهرم كان مولد للطاقة. في ناس بتقول إن تصميم الهرم نفسه ممكن يكون بيجمع الطاقة الكونية أو بيحولها لشكل معين. النظرية دي ملهاش دليل علمي قوي، لكنها مثيرة للاهتمام. سنة 2017 العلماء اكتشفوا باستخدام تقنية المسح بالأشعة الكونية فراغ كبير جوه الهرم. الفراغ ده موجود ومحدش لحد دلوقتي عارف وظيفته. هل هو مجرد خطأ في البناء ولا كان ليه دور معين؟ في كمان ممرات وغرف لسه مش مكتشفة بالكامل. العلماء بيقولوا إن التكنولوجيا الحديثة زي الروبوتات والمسح ثلاثي الأبعاد هتساعدنا نكتشف اللي موجود جوه الممرات والغرف. بجانب الغموض ده كله، الهرم مرتبط بنظريات غريبة جدا، وفي ناس بتقول إن الفضائيين ساعدوا الفراعنة في بناء الهرم. النظريات دي بتعتمد على فكرة إن التكنولوجيا اللي استخدموها كانت متقدمة جدا بالنسبة لعصرهم. في ارتباط قوي بين الهرم والنسبة الذهبية. النسبة بين ارتفاع الهرم ونصف قاعدته بتساوي تقريبا النسبة الذهبية، اللي هي 1.618، اللي بتظهر في الطبيعة والفن والهندسة. والنسبة الذهبية رقم رياضي نادر جدا وقيمتها حوالي 1.618. الرقم ده بيظهر لما تقسم خط الجزئين بحيث تكون النسبة بين الطول الكلي للخط والطول الأكبر زي النسبة بين الطول الأكبر والطول الأصغر. يعني ببساطة لو عندك مستطيل وطوله أطول من العرض بنسبة 1.618 تقريبا، المستطيل ده يبقى ممتاز بصريا. الحلزون اللي في الأصداف البحرية أو شكل زهرة عباد الشمس بيرسموا نفس النسبة دي في الطبيعة. حتى لوحة الموناليزا النسبة الذهبية بتظهر في ملامح وشها وتناسق جسمها، وده سر الجاذبية بتاعتها. بتظهر كمان في وش الإنسان زي المسافة بين العينين والفم مقارنة بباقي الوجه. وبتستخدم في تصميم الشعارات والمباني وحتى التليفونات عشان يبقى شكلها مريح للعين. باختصار، النسبة الذهبية تعتبر معادلة للجمال، وبتظهر لما يكون في تناسب بين حاجتين بشكل مريح للعين.
في النهاية الهرم الأكبر بيخلينا نسأل أكتر ما بنلاقي إجابات. هل فعلا عرفنا كل حاجة عنه ولا لسه في أسرار مستنيين نكتشفها؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. وما تنساش تعرفنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.